من اكتر الحاجات اللي جات لي برضو جزئيه الام بي اي. يا دكتور ناخد ام بي اي ولا ما ناخدش ام بي اي؟ بص، هي الام بي اي مهمه جدا جدا جدا. من اهم مزاياها ايه؟ اولا بتوسع مدارجك في البيزنس وبتعرفك على زوايا تانية للبيزنس. يعني انت مثلا لو بتدرس ماركتنج فانت هتعرف الناحيه الثانيه، هتعرف الاوبريشن، هتعرف المانجمنت، هتعرف الفاينانس، هتعرف الاكاونتنج. فانت بتاخد البيزنس من كل زواياه، ودي من اهم مزايا الام بي اي. فهتزود عندك البيزنس اكيومن، هتخلي عندك بديهه احسن في البيزنس وفهم احسن لمجالات البيزنس المختلفه. بس عايزك تبقى فاهم حاجه، الام بي اي مش معموله لك انت مخصوص في المجال بتاعك، انت بتحضرها والمهندس والدكتور والمحاسب كل الناس بتاخدها. فلو انت هتاخد الام بي اي وعايز تستفيد بيها اقصى استفاده، لازم تتعلم ان انت تكستمايز اللي بتدرسه في الام بي اي على الاندستري بتاعتك، لان ده ما حدش هيعمله لك. الناس هتدرس لك بطريقه اكاديميك كل اللي عنده اللي يناسب كل المجالات. مين اللي هيفصل ويقعد ويطبق على مجاله؟ لو ما عملتش كده فصدقني مش هتستفيد كتير بالام بي اي. الام بي اي غير التريننج بتقعد والناس بتقعد تدربك على حاجات، لكن الام بي اي دراسه اكاديميه في الاخر. فخليك مستعد لو انت ناوي تدخل على خطوه الام بي اي، خطوه موفقه، بس زي ما قلت لك اتعلم تظبطها على المجال بتاعك بالبروجكتس اللي بتعملها، تفرق معاك كتير جدا جدا. وبالتوفيق دايما ان شاء الله.